اهلا وسهلا يا حبايبي. معاكم جدة ملك، والنهارده جايبه لكم مثل من امثال الزمن الجميل، زي القرع يمد لبره. وده معناه ان في ناس ولاد في ناس يا ولاد تلاقيهم بيطنشوا اهلهم وقرايبهم ويجروا يساعدوا الغريب كأنهم ملايكة. والمثل المصري بيقول عليهم ايه؟ زي القرع يمد لبره. طب يعني ايه القرع وليه بيمد لبره؟ اقول لكم الحكايه. القرع زمان كانوا يزرعوه في الأرض، بس نبات غريب شوية، ما بيفضلش يطلع في مكانه، لا بيمد فروعه بعيد بره الحوض، كأنه بيقول أنا مش بتاع هنا. زي ناس كده أهلهم محتاجاهم وبيسيبوهم ويروحوا يساعدوا ناس ملهمش فيهم، يعني ما ربهمش، ما صرفوش عليهم، ما سهروش في تربيتهم، ولا شالهمش من مصايب وكوارث، ولا وقفوا معاهم في مواقف كتير. وللأسف نسيوا كل ده ونكروا الجميل. وده مش معناه اننا ما نساعدش الغريب، لكن لازم نبدأ باللي حوالينا اللي تعبوا معانا وساعدونا سنين. والقرع هنا المقصود بيه نبات الكوسة الكبيرة او اليقطين. اللي بيميز النبات ده ان فروعه بتجري تحت الارض وتمتد بعيد، ما بيفرش حواليه، لكن بيمد فروعه لبره. فشبهوه بالإنسان اللي ما بيهتمش بأقرب الناس ليه، إنما يدي حبه واهتمامه للناس البعيدة عنه، زي واحد يساعد زمايله لأي غرض، لكن في البيت ولا بيساعد زوجته، ولا بيسأل عن أمه، ولا عن ولاده، ولا عن إخواته. وإن حد منهم طلب مساعدة يطلع ب100 حجة. ويا ترى في حد في حياتكم زي القرع ده؟ اكتبولي في التعليقات، ومستنياكم في مثل جديد. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.